شعبي العزيز. صور الهروب الجماعي كما وصفها كثيرون. واش المغرب غيعطي هذا البيلانتي فابور النظام الجزائري؟ نمشيو نعيشوا برا، حنا المغرب ما عطينا والو، باغيين نوليو نجربوا، غادي نمشيو، ولكن ان شاء الله فيها الموت فيها نحيا. المهم حنا ما بغيناش نبقاو بالمغرب. ومحمد السادس وراه دايرين بك الشفاره ودايرين بك القماره واعتق الشباب، والمغرب غادي يبقى خاوي، المغرب غادي يبقى خاوي. في الوقت الذي كانت فيه العاصمة المغربية تعيش على وقع احتفالات عيد العرش وتتابع خطابا رسميا من الملك لشعبه العزيز ركز على حصيلة الإنجازات الاقتصادية والمشاريع التنموية، كان هناك مشهد آخر، مشهد هروب جماعي للشعب. ألاف الشباب وهم يركضون نحو مدينة سبتة الإسبانية في أكبر موجة عبور شهدتها المدينة منذ سنوات. المفارقة كانت صادمة من عيد العرش إلى هروب الشعب، وكأن الواقع قرر أن يكتب خطابا آخر مغايرا تماما للخطاب الرسمي، خطابا لا يحتاج إلى كلمات وشعارات، بل يحتاج فقط إلى صور شباب يركضون وآخرين يسبحون في البحر، وأسر كاملة تبحث عن مستقبل أفضل على الضفة الأخرى. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح. شعبي العزيز. أين بالكرة؟ طبت بالكرة، عايش بالعذاب. صور الهروب الجماعي كما وصفها كثيرون. من المستفيد من قلب صورة المغرب التي تكرست ما بين الحدثين رأسا على عقب، والتي كانت منمقة ملمعة بإنجازات رياضية واقتصادية وتنموية وسياسية، ولطالما روجت لها حكومة أخنوج؟ يعني الشبابيه المهاجره والنازحه نحو سبته ولا المنطقه الخاضعه للنفوذ الاسباني هي تعبير عن ازمه وعن واقع اجتماعي هش يحاول هذا الشباب الفرار منه من اجل تحسين حياتهم يعني والبحث عن سبل اخرى لعيش كريم. اليوم هذه الازمه تعبر على ان هناك فشلا ذريعا في السياسات الحكوميه المتواليه. وبين الخطاب الرسمي الذي تحدث عن الاستقرار والتنميه والمشهد الميداني الذي عكس رغبه الاف الشباب في مغادره البلاد، برز سؤال فرض نفسه بقوه: هل كان هذا التزامن مجرد مصادفه زمنيه، ام ان السياسه اختارت مره اخرى ان تتحدث عبر الحدود؟ قد يكون من السهل تفسير ما حدث باعتباره نتيجة طبيعية لتراكم البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وضيق الأفق أمام شريحة واسعة من الشباب، لكن هذا التفسير وحده لا يجيب عن سؤال التوقيت: لماذا حدث ذلك بهذا الحجم وفي هذا التوقيت؟ وزاد من حضور هذا الطرح ما سبق موجة العبور من تطورات دبلوماسية، أبرزها الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر. هذا التقارب فتح الباب أمام تحليلات ربطت بين توقيت الزيارة وما تلاها من تطورات على حدود سبتة. فهل أزعج هذا التقارب الرباط؟ وهل جاءت أزمة سبتة بمثابة قرصة أذن لمدريد؟ وإنما حدث كان خطوة مدبرة أو ردا على زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر، خصوصا أن هذا السيناريو ليس جديدا في العلاقات المغربية الإسبانية، إذ سبق أن شهدت المنطقة أزمات هجرة استخدمت فيها الحدود كورقة ضغط سياسية. كيف تفسر ذلك الفراغ الأمني على بوابة سبتة، وهو الأمر الذي تلا الخطاب مباشرة؟ وكيف تفسر عفوية أسراب المهاجرين من المدن المغربية كلها؟ وسائل النقل كانت ممتلئة بالمراهقين والشباب والشابات القاصدين شمال المغرب للظفر بفرصة العبور إلى سبتة الإسبانية. في النهاية قد تختلف التفسيرات وقد تتباين القراءات بين من يرى فيما حدث انعكاسا لأزمة اجتماعية داخلية، ومن يعتبره حدثا اكتسب أبعادا سياسية بسبب توقيته، لكن المؤكد أن المشهد ترك أثرا لا يمكن تجاهله. دخلنا سبتة رجعونا عمرين دابا حنايا باغيين نمشيو، مبغيناش نبقاو في هاد البلاد، ولكن راس الماكينه الحقره بزاف، غير خبزه دايره ب 15 درهم. وعباد الله الا فتحتوا نتوما، الا فتحتوا سبتة، الا فتحتوا سبتة خليونا ندوزو، ما تعداوش علينا، خليونا ندوزو. بغينا نمشيو نعيشوا برا، حنا المغرب ما عطينا والو، حنا باغيين نمشيو نعيشوا برا، حنا المغرب ما بغيناه يرجع للقدام، ولكن حنا ما عطيناش للمغرب، ما كاينش الخدمه. فاش غنخدموا؟ ما كاينش الخدمه، قرطاس وبنادم تما تعدوا، المخزن ديال سبتة كيتعدى، ودابا حنايا باغيين نوليو نجربوا، غادي نمشيو، ولكن ان شاء الله فيها الموت فيها نحيا. المهم حنا ما بغيناش نبقاو بالمغرب، فهمتي؟ العسكر البارح كيرميو علينا هذوك القنابل، وخا كاع ما نتراجعوش، حنا ما غنبقاوش حي في المغرب حنايا. ومحمد السادس الله يطول لك في عمرك، وراه دايرين بك الشفاره ودايرين
المغرب غيعطي هذا البيلانتي فابور النظام الجزائري مش غيربح. اجي نشوفوا على الخسائر. وعرفتي شنو خسرنا دابا؟ تعرفوا شنو خسرنا في الاحداث ديال الشمال دابا قبل ما نجيو شكون وماشي شكون؟ انا نشوفوا على الخسارات اللي ما باغيش يناقشوا. كاينه خسارات، عطينا فرصه للعدو، عطينا فرصه للعدو، هو حاله اسوء منه، كيعطينا فرصه. الناس شي كيقولوا صحيح ومية تيقولها خطا. ها الخساره الاولى. الخساره الثانيه، خسرنا قدام المجتمع الدولي